قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا طلعت شمس السنة في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة. بيفتو سنة إبسيتو دكنا. gurbaa wagguu garte gara sunnaatti kanama yaamu bid'aarraa kanama dinniinu beeki inni ahla sunnaadha jechuu beeki ولا تجد هذا ولا تجد عند الإخوان وعند التبليغ نشاطا في هذا وان اما دبنو خان اما فاكنا كيستي مرقانا اغرتو ورا تبليغي برد ورا اخوانا برد دعوة التوحيد دعوة السنة والتحذير من البدعة كان كيستي مرقانا بران غرتو لا لسان وهذا هو السلفي وهذا هو السني آية قوله صلى الله عليه وسلم تولي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يبدو عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور آية إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تولي إذن آية فهذا له ميزان فهذا إن كن له ميزان غرتي لما فان إسا أرقمي جير النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي راختي ميزان نسون تنبيه تنبيه ميدمك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة زمن نبي ربي كذا بدعان انجروا ومع ذلك بدعان أبا مناوجين نبي ربي نجا شوف خطبة إساء كيست وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نبي ربي أدو بدعان نفن دنينو إيقالي حرق ارتيقا دوبا وان فرقاد الله جامي أرقامي هند بيخان جراتو باته همودن دوكم آية أيام بدعان كن ارتيقا دوبا ركسانا ضررات خطير ضرري ركونا إيقا دبينو كنته تمسك بالسنة نمني سنة قبته ودعا إليها غرا غرتي غادوبا حقاتك يامي وابتعد عن البدع بدعان راك فقاتي وحذر منها بدعان راك دنيني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اكم نبي محمد اصحابان الرترنسن يحذر منها اكم نبي ربي بدعان دنينات خطبه عندك كيست وهذا هو المتمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم انكم كرا دعوى نبي ربي قبته جاما الثالث اتباع السلف الصالح ميزان سدف فانا متي سلف الصالحين جل ديمود على رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم اذا فاصول دعوتنا كم هي ثلاثة: الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح نتكران نتردمنو القرآن والسنة بفهم سلف كران نتردي دعوة قولوس كان جدون وعلى هذا أدلة كثيرة وكثيرة جدا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنتي هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة أم زاد شيئا ثالثا؟ زاد. ما هو الشيء الثالث؟ اتباع سنة السلف فقال وهي ما عنا عليه هل اكتفى بسنته؟ إذا أصول دعوتنا اتباع الكتاب واتباع السنة واتباع السلف الصالح فهمي سلفا لا لموكب والنمان فرقا ضالا بايسه فهمي سلفا قال لك ولو كان حاصلا التقيد بفهم السلف ودو فهمي سلفات تهرك مراتون أرقمي هل يكثر الاختلاف في هذه العقيدة؟ ما يكثر. والدليل قوله تعالى آية من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوا من؟ الذين اتبعوا من؟ الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار. إذا اتباع الأنصار واتباع المهاجر واجب ولا ما واجب؟ بإحسان أي بفهمهم فهمي جرات فهمي جرا كيس جرا جل ديمون هاي وقيد الاتباع بالإحسان إحسانا جل ديمون هاي لا مجرد الاتباع واضح ولا لا وإنما الاتباع بإحسان لا مجرد الاتباع بالزمن أو بالبدن لا وإنما المراد اتباعهم بفهمهم ولو كان الزمن متباعدا ودو زمن كينيا ولي رفقاتات إلي كانوا تتأجج من فهمي ساني جل ديمو آية والدليل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم طولهم عليكم بسنتي
أي طولي جماعاني الذين اجتمعوا على الحق الثابت بالكتاب والسنة وروا ما حق الرتي رجع إلالي الصحابة والتابعون لهم بإحسان ولو كانوا إلا ودون ما تقليته قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي جماعة ما وافق الحق جماعة جتون نمو ما حققون نمي ودون ما تقليته إيه نمني كربيا كربراتي بايئتون كوني سين شاخلين سين وسواسين سين شكسيسين هاي كرانو تديمو تجرو ديرو حق آمتي مو نمني كم إراتي بايئتون أبي جتة شكي كسي كيسة إنو ما أصلا أتواني لالتو كران الرجل حقته أبو الدبافتو إيجا حقته الدسيبه يو فلا تبالي بكثرة من خالفه كرا نمني كفالا سنيجرو بايئتون كان بددينته وما كان أتركدين ها مجلسني قرتي قاسلا في ذاك إنك قفتون شغالة ستين في دين يا أبو مجلسني براو دانتا آية دوبو إنك أنت الجماعة حينئذ أتي قرتي جماعة أمتا يوسان لا لك أيتو أديس حديثا كان والجماعة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب أيام الدرس صح إيه قاري هل هناك ملاحظة في على الدروس الماضية كومنتين يوكي ياني ملاحظة أو تعليق جتون كومنتين اسنك أبدا نجرا وان أنقا أما دبريرت يو جرات ديسو دنديسا ها إيه 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 بمعنى الفرقة أصلا آية كبيرة كافي برا يو كافي برا نجري كنا أسمت رام نجا كنا ما دا برا تسين